هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. مساء الخير أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في منتدى السبت. أحييكم، أنا أمل علي. اليوم 20 من فبراير، ونبدأ هذه الساعة معا. مساء الخير جمال. مساء الخير أمال، ومساء الخير المستمع الكريم في كل مكان. مساء الخير. نبدأ هذه الساعة بنشرة للأخبار، ومن ثم نعود معكم لمتابعة بقية فقرات الساعة. ابقوا معنا وأهلا بكم. لهبتنا وإيدينا كلتم شعبنا تتلولي أزيما أكو ينتم قنحونا قل خضرا هلينا ينبرك أبينا قلنا نبرتو بلهبتنا وإيدينا كلتم شعبنا تتلولي أزيما أكو ينتم قنحونا قلعدنا هلينا جربته اكيد ازال برود عرفه نأمر تاريخه اطن اشواك اترفه وانطر لك با محبركم لبع الامان كرفه اما من تتهاجينا تحازيكنا بحازي شعبنا يمكم يهلا لحكمة قبو وقادي أمام من دي بلسنا تحازيكنا بحازي شعبنا يمكم يهلا لحكمة قبو وقادي حر رحمتكم ينقبي كل سرادي
الأمانة دلنا وما ينبدل حنادي يلا بعدنا نبر خليت الناس رادي صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء: تورط عقيد في عملية استخراج الذهب وعملية تهريب البشر من إريتريا إلى السودان. 3 من سجناء كرشلي يبدأون إضرابا عن الطعام. اجتماع أمني في مركز الشرطة الإريترية المعروف بأجب لمتابعة تحركات المنتدى والمعارضة وخطط لإرسال مجموعات إرهابية إلى الخارج. وفاة الدكتور بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة. تفاصيل النشرة. ذكرت المعلومات الواردة إلينا من مصادرنا في داخل الوطن أن العقيد برخت كرينفوت قائد الفرقة العسكرية رقم 61 ينخرط بشكل مباشر في عمليات استخراج الذهب بمشاركة مسؤول إدارة الفرقة المدعو علي محمد كباري، وذلك في المساحة الممتدة من نقفة إلى قارورة. وتجري عملية استخراج الذهب التي تهدف إلى تضخيم جيوب كبار القادة العسكريين بإشراك جنود تم اختيارهم بعناية من منتسبي الفرقة الذين انتشروا على امتداد المساحة المذكورة، بينما يتم تحفيزهم بإضافات مالية في حالة مضاعفة جهودهم في استخراج كميات كبيرة من الذهب. وتفيد مصادرنا في الفرقة العسكرية المذكورة أن قائد الفرقة العقيد برخت كرينفوت يتابع عملية الاستخراج بشكل شخصي، وقام بزرع الجواسيس لمراقبة الجنود في خطوة احترازية تقلل من عمليات السرقة التي يمكن أن يقوم بها الجنود. ومن المعروف عن العقيد برخت أنه فقط قائد فرقة عسكرية، إلا أن المصادر الواردة إلينا من أسمرة تؤكد اتصالاته المباشرة مع مكتب الرئيس عبر قناة اتصال مفتوحة ومباشرة، كما أنه يدير معتقلا خاصا به تمارس فيه شتى أنواع الانتهاكات، فضلا عن انخراطه في الفساد المستشري بين أركان النظام. وتحدثت مصادرنا عن تجديد مسكنه الكائن بالقرب من شركة التأمينات بالعاصمة أسمرة بمئات الآلاف من النقفة، وله نشاط تجاري خارج الحدود عبر مديرية قارورة. كما تشير الأخبار إلى انخراطه في عملية تهريب الشباب من إريتريا بواسطة سيارات تابعة للفرقة العسكرية 61 التي تعبر الحدود عبر بوابة قارورة الإريترية. ويتقاضى عن الشخص في هذه العمليات 200,000 نقفة، ويكسب من هذه العمليات الإجرامية أموالا طائلة. يذكر أن العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية وتقارير إعلامية تتهم النظام الاستبدادي بضلوعه في عمليات الإتجار بالبشر بالتعاون مع عصابات إجرامية تدير هذه العمليات من داخل إريتريا وخارجها، ضحاياها في أغلب الأحيان من الشباب الإريتري الذي بدأ يبحث عن مخرج من الظلم والطغيان اللذين يعاني منهما من قبل القلة التي تتحكم في مقاليد الحكم في البلاد. بدأ يوم الأربعاء الماضي 3 من معتقلي سجن كرشلي المشهور إضرابا عن الطعام، وذلك احتجاجا على عدم تقديمهم إلى العدالة والتحقيق معهم منذ اعتقالهم ورميهم في السجن في زنزانات منفردة. وذكرت مصادرنا من السجن المذكور أن المعتقلين تتراوح سنوات اعتقالهم ما بين 2 إلى 3 أعوام، وأنهم لا يعلمون حتى اللحظة أسباب اعتقالهم، موضحة أن المعتقلين في الزنزانات الانفرادية رقم 2 و6 و7 تدهورت حالتهم النفسية نتيجة للعزلة الطويلة وإلى أجل غير معروف. كما أوضحت نفس المصادر أن أحد المعتقلين تم اقتياده من منزله منذ 3 سنوات ولم يحقق معه حتى هذه اللحظة، بينما اقتيد الآخر من مدن الإقليم الجنوبي دون أسباب معروفة. أما الثالث فهو موظف في إحدى الوزارات الحكومية تم اعتقاله قبل أكثر من 2 عام. هذا ونتحفظ في إذاعة صوت المنتدى عن ذكر أسماء هؤلاء المعتقلين المضربين حفاظا على سلامة أهاليهم من بطش النظام الاستبدادي. كما أكدت أيضا مصادرنا أن المعتقلين يقومون منذ الشروع في الإضراب بطرق الأبواب في زنزاناتهم ليلا نهارا والصراخ والمطالبة بتقديمهم إلى العدالة وتزويدهم بأسباب اعتقالهم والتعرف على التهم الموجهة إليهم. وعلى الرغم من محاولة القائمين على السجن
إرغامهم على السكوت بالضرب والتهديد، إلا أن المعتقلين لا زالوا يرددون نفس القول قائلين: ما الذنب الذي اقترفناه ولماذا نعتقل في زنزانات انفرادية كل هذه المدة الطويلة؟ مما دفع إدارة السجن إلى تجديد المراقبة والحرص على عدم سماع السجناء الآخرون بحالة الإضراب هذه خوفا من التضامن معهم. عقد يوم أمس الأول الخميس اجتماع أمني ضم الفريق فيليبوس ولد يوهنس قائد هيئة الأركان واللواء سيمون ولد دنجل وأربعة من العاملين في مجال الاستخبارات في الخارج، وذلك للبحث في المعلومات المتوفرة من قبل جواسيس النظام الاستبدادي المنتشرين في أنحاء مختلفة من العالم، والتي تتعلق بتحركات المنتدى الإريتري للحوار الوطني وبقية قوى المعارضة الإريترية. وقد نوقشت في الاجتماع كل النقاط الواردة في تقارير الجواسيس، فضلا عن توجيهات تقدم بها الفريق فيليبوس لمعرفة الجهات والأفراد التي لها صلات بالمنتدى وقوى المعارضة وتوفير المعلومات حولها في غضون أسابيع 3 قادمة. وأفادت مصادرنا من أسمرة أن الجواسيس الأربعة قدموا من بريطانيا، أوغندا والسويد، بينما لم يتسنى لنا معرفة البلد الذي قدم منه الرابع. وتنشط مجموعة الجواسيس الأربعة في متابعة نشاط المنتدى والتجسس على قيادته. وتتحدث تقارير مصادرنا أن الجاسوسين القادمين من السويد وبريطانيا دخلا البلاد عبر الطريق البري من السودان بسيارة خاصة لحضور هذا الاجتماع الذي وصفه الفريق فيليبوس بالهام. يذكر أن الأجهزة الأمنية القمعية تنشط مؤخرا في تطوير أساليبها التجسسية في الخارج، وذلك لتنفيذ الكثير من الخطط الإرهابية المتعلقة باغتيال الشخصيات المعارضة للنظام الاستبدادي عبر إرسال مجموعات إرهابية للقيام بعمليات اغتيال من داخل البلاد، والتي سوف تستعين بالمعلومات التي تقدمها عن هذه الشخصيات المستهدفة خلاياها الجاسوسية التي تتكون من 700 شخص موزعة في مختلف أنحاء العالم، وفي أوغندا، إثيوبيا، السودان، كينيا، الإمارات العربية، جنوب السودان، فضلا عن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. ويذكر أيضا أن النظام الاستبدادي يستفيد من الظروف الدولية التي تميل إلى تعاطف الدول مع الهاربين الإريتريين وتقديم التسهيلات الإنسانية لهم، وذلك بدس جواسيسه ونشطائه وسط هذه المجموعات الهاربة لتنفيذ مخططاته الإرهابية والتخريبية، خاصة بين أوساط اللاجئين في إثيوبيا. من جهة أخرى، يقوم النظام الاستبدادي وضمن خططه الهادفة إلى تطويق الحراك الداخلي بالتجسس على المواطنين من خلال متابعة الرسائل الإلكترونية واختراق أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة باستدخال تقنيات حديثة تعينه على التجسس استوردها من الصين في الفترة الأخيرة الماضية. وتؤكد مصادر الإذاعة أن هناك خططا تستهدف اعتقال كل من يتهم بأن له علاقة بالمنتدى الإريتري للحوار الوطني، وذلك من خلال زرع جواسيس في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تحاول استدراج المواطنين في النقاشات الجانبية متخفية بآراء معادية للنظام، وذلك للإيقاع بالأفراد الذين يعبرون عن سخطهم من الوضع المزدري الذي تعيشه البلاد في ظل حكم الاستبداد. توفي يوم الثلاثاء الماضي الدكتور بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة والرئيس المؤسس للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، عن عمر يناهز 94 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها إلى المستشفى مصابا بكسر مضاعف في الساق اليسرى، حيث عانى من اضطرابات في القلب وخلل في وظائف الرئتين. ارتبط اسم الدكتور بطرس غالي بإريتريا من خلال ابتعاثه في بداية ولايته للأمم المتحدة عام 1992 للسيد سمير صنبار كمبعوث خاص للمنظمة الأممية للإشراف على الاستفتاء التاريخي الذي أجراه الشعب الإريتري في إبريل من العام التالي، والذي أكد عبره الشعب الإريتري عن رغبته في الاستقلال من إثيوبيا. كما يعتبر السيد بطرس غالي أول وآخر من قام بزيارة إريتريا من الأمناء العامين للأمم المتحدة حتى الآن. كان الدكتور بطرس غالي قد ولد في بني سويف بجمهورية مصر العربية في 14 من نوفمبر من عام 1922، وتخرج من كلية الحقوق في جامعة القاهرة في عام 46. حصل على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون في باريس عام 49، حيث عين في أعقاب عودته إلى مصر رئيسا لقسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومنذ عام 49 وحتى عام 77. عمل غالي أيضا لفترة في الصحافة، حيث كان رئيسا ومؤسسا لمجلة السياسة الدولية منذ عام 65 حتى تم تعيينه أمينا عاما للأمم المتحدة.
تقلد منصب نائب رئيس منظمة الاشتراكية الدولية عام 1990، ثم نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الخارجية في مايو في عام 91، وترك هذا المنصب بعد انتخابه أمينا عاما للأمم المتحدة عام 92، وانتخب عقب انتهاء فترة عمله بالأمم المتحدة رئيسا للمنظمة الفرانكفونية الدولية، كما انتخب رئيسا لأكاديمية القانون الدولي في لاهاي بهولندا، وكان حتى وفاته رئيسا لمجلس إدارة الأكاديمية، وهو أعلى مجمع فقهي قانوني في العالم ويجاور محكمة العدل الدولية في لاهاي. نهاية النشرة. أبينا ينبرك أبينا اللينا ينبرك أبينا أبينا ينبرك أبينا اللينا قل عدنا اللينا وحسيت بس حد يشفر وكورينا ومستقر أزيمة دي ما يتحسبهم بالله لنا بديل لك كله وواقعنا نخجله أكيد قلوب الشعبنا الأمامة تاريخ بدير داقما حقا ودو داقما بس حد يشفر وكورينا ومستنكر أزيمة دي ما يتحسبهم بالله لنا بديل لك كله واقعنا نخجله أكيد قلوب شعبنا الأمامة تاريخ بدير داقما حبا ودو داقما يو شلالي 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 أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين، ونحن نواصل معكم ساعة منتدى السبت لهذا المساء.
وسنبدأ اليوم بالحديث عن مواضيع مهمة ودائمة، يعني دائمة الأهمية كونها لا تنتهي، وهي حالة المعتقلين في معتقلات نظام أسمر التعسفي. ومن قلب الخبر جمال، يعني إضراب 3 من السجناء في سجن كرشيلي احتجاجا على يعني عدم معرفتهم بالتهم الموجهة إليهم، ووضعهم في زنازين انفرادية لأكثر من 3 سنوات، عزلة بالإضافة إلى يعني حالة التعذيب النفسي والجسدي وغير ذلك. هذا التردي وهذا يعني الشكل من الاعتقال الذي لا ينتهي في إريتريا، والذي أيضا تتوارد على خلفيته الكثير من الأخبار عن معتقلون منذ سنوات طويلة، 10 سنوات، 16 سنة، 20 سنة. هذه الحالة كيف تعكس أكثر وأكثر تعسفية هذا النظام وقهره وديكتاتوريته جمال؟ نعم أمال، النظام القائم وعلى رأس سيادة البرقي هو معجب تماما بتجارب كثيرة الدموية والبطش بالإنسان. كان معجب بكيم إل سونغ، وأكيد معجب الآن بأسرة كيم إل سونغ، ومعجب بأنور خوجة، ومعجب أيضا بتشاوشيسكو في رومانيا. هذا الحب الذي يربط الدكتاتور الإريتري بالدكتاتوريات في العالم سيكون من نتيجتها هذا الشكل من أشكال المعتقلات والسجون في أقبية وتحت الأرض وأشكال مختلفة من البطش التي يندى لها الجبين. تاريخ الاعتقال طويل، ولكن من يعني أحد الدولة الوطنية وحتى الآن يعني أخذت أشكال مختلفة وطالت جميع شرائح وطبقات الشعب المصري. كانوا يعتقدون إنه هم يخفون الناس، كانوا يعتقدون إنه لا يمكن وصول أخبارهم، وذلك من خلال عزلهم من الناس. لكن الآن بفضل التكنولوجيا وتدفق المعلومات بدأت الأخبار عن هؤلاء المعتقلون طبعا تصل بين فترة وأخرى. كانت بدايتها بالتسريب الذي حدث للفيديو وشريط الفيديو من معتقل عيرو على ماسكو. نعم. وبعد ذلك بدينا نسمع بعض الأخبار هنا وهناك عن أوضاع المعتقلين. أنا شخصيا وآخرون التقوا بعدد من الناس اللي كانوا معتقلين في كرشيلي أو في بعض معتقلات النظام، والكتاب الشهير اللي أصدره السوداني أمير عبد الله يوضح يعني ما تجري داخل هذه المعتقلات. هذه المعتقلات يشرف عليها أمال يعني عدد من البطشة والدمويين الذين لا يرحمون أحد، سواء كان رجل كبير أو شاب صغير، امرأة أو طفل. يعني ما يجري داخل هذه السجون سيكون يعني مخجلا لجميع شرفاء العالم. الآن أعتقد أنه بدأت التسريبات تتم من خلال عدد كبير من الأشكال. هذه التسريبات نرجو أن ننتبه لها في أنها بعضها أحيانا فيه كثير من المبالغة. على كل حال تاريخ الحكومة الإريترية هو تاريخ من الاعتقال، تاريخ من الدموية، تاريخ من البطش. بالتأكيد جمال، وهذه نقطة مهمة، نقطة تدفق المعلومات مؤخرا أو التسريبات عن المعتقلين والمعتقلات في داخل إريتريا. يعني هو بالتأكيد ربما يعني ما يكتب هو أقرب للحقيقة كما نتخيلها. لا يعقل أن يعتقل إنسان لمدة 10 سنوات أو 20 يعني عاما أو أقل أو أكثر دون تهمة محددة، دون أن يعرف مكانه، دون أن يسمح لذويه لأصدقائه لأهله برؤيته أو يعني بالتأكيد نحن نتصور كيف يكون وضع هذه السجون يعني خارج السجن أو خارج المعتقلات، والناس وضعها سيء، فما بالك في داخل السجون. ولكن ما يخشى منه جمال كما ذكرت أنه
هذه المعلومات تأتي غير موثقة بشكل دقيق، وحتى وإن ذكرت فيها أسماء وحتى وإن كانت مقاربة للواقع، فربما الحيطة والحذر في هذا الوقت مهم. النظام لا يتورع أبدا عن توريط الأشخاص لمزيد من الاعتقالات والقمع جمال، ولكن بالتأكيد وضع السجناء المعتقلون سيء جدا، ويعني دائما إشارة الخطر مرفوعة في وضع هؤلاء، يعني من مات منهم رحمه الله، ومن بقي فهو في وضع مزري إلى الغاية. نعم أمال، قطعا السجون التي تم الحديث عنها من عدد من الذين تم الإفراج عنهم سواء كانوا إرثيين أو سودانيين تشير مباشرة كما قلت إنه إشارة الخطر موجودة، لأنه هي تحت الأرض، ما في منافذ للتهوية، ما في منافذ للإضاءة الجيدة، أيضا بعضها كونتينرات وعلى الأرض، وفي أماكن لا يمكن أن يكون فيها الإنسان يعني دعك من أنه يكون في كونتينر تحت الأرض، حتى في سطح الأرض يعني بتكون وضعه صعب جدا، لأنه هي أماكن ساخنة، الطقس الحراري عالي طوال السنة ونسبة الرطوبة فيها عالية. أيضا هؤلاء يعني المناضلين الإرهابيين كما قلنا في حلقات سابقة بعضهم قد تجاوزوا 70 و60 وإلى آخره، وهم مناضلين يعني حياتهم كلها كانت بين الكر والفر وفي النضال، فمن الصعب جدا إنه أجسادهم تتحمل التعذيب وتتحمل الضغط النفسي، ويتحملون هذا الوضع المزري من ناحية الأكل ومن ناحية الطبابة وإلى آخره. أيضا هم تحت رحمة يعني جلادين باطشين، يعني أسماء كثيرة بدأت تتردد. أتفق معك ومع كثير من المراقبين لهذا الوضع إنه هذه الأسماء التي بدأت تتسرب سواء كان للجلادين بأسمائهم وبرتبهم، أو الذين يدعى أنهم قد غادروا الحياة رحمهم الله، يجب أن تكون نظرتنا إليها فاحصة، لأنه النظام طوال حياته السياسية والعسكرية والأمنية معروف باستخدامه لما يسمى ببالونات الاختبار، فهو يفك الأخبار المضللة لكي يضلوا الناس، أو من خلال أسماء بعض الضباط، يعني إيراد أسماء بعض الضباط القصد منها هو إحراقهم وتشويش سمعتهم عفوا، وإعطاء الناس معلومات غير صحيحة. لكن بعض هذه الأسماء التي وردت في تقرير منشر أخيرا في صفحة ما في الفيسبوك، هذه الأسماء هي فعلا ضباط موجودين معروفين، بعضهم وليس كلهم بالتأكيد معروفين بأنه هم شديدي البطش ولا يرحمون. عموما يجب الانتباه، لأنه أحيانا هذه التسريبات أيضا تكون من داخل الأجهزة الأمنية ولتصفية بعضها البعض. على كل حال يعني الوضع في المعتقلات داخل إريتريا هو دائما خطر، ودائما خطر على الناس الموجودين، ودائما خطر على حياتهم، ونتمنى من الله القدير على الأقل أن يحميهم من هذه الأيدي الملطخة بالماء. نعم بالتأكيد جمال، يعني وفي هذا الموضوع يعني نحن نتحدث دائما عن وضع المعتقلين، وبالرغم من عدم وجود كما قلنا يعني معلومات دقيقة 100%، ولكن معظم المعلومات تكون بشكل نسبي قابلة للتصديق نتيجة لمعرفتنا بهذا النظام. أود هنا أيضا جمال أن أطلب من أعزائنا المستمعين المشاركة بقصص لها علاقة مباشرة بهم، سواء كانوا أقرباء أو أصدقاء أو أبناء أو أخوة أو آباء لمعتقلين في سجون النظام، مع أننا سنراعي طبعا بالتأكيد عدم ذكر
ذكر الأسماء وغيره، ويمكنهم مشاركتنا هذه القصص لأنها من المهم الحديث دائما عن هذا الموضوع وعدم تغييب وضع المعتقلين والمعتقلات في إريتريا. جمال. نعم أمان، نتفق مع ما تقولين، ولأنه نحن نفتقد لقاعدة المعلومات التي توثق للمعتقلين والمعتقلين هم قبل التحرير وما بعد التحرير. هذه القصص التي تتناول هؤلاء الناس مهما كانت بسيطة وقليلة وفي كلمات بسيطة هي مهمة جدا الآن للتوثيق لهؤلاء المناضلون الذين يعني ساهموا في تحرير إريتريا واليوم يغيبون وراء الشمس. لذا يعني على الجميع أن يتكاتف على الأقل لصناعة أو لإقامة قاعدة من المعلومات التي يمكن أن تحفظ للجميع حقوقهم. نعم بالتأكيد. سنعود مجددا وفي إضاءة أخرى. جمال ابقوا معنا أعزائي المستمعين. أهلا بكم مجددا ومعكم في صوت المنتدى أعزائي المستمعين. ونتحدث الآن جمال عن أيضا يعني حالة من الاضطراب وحالة من الخوف وحالة من الانهيار يعاني منها هذا النظام، وتنعكس في تصعيد نشاطه الأمني. أيضا من قلب الحدث ومن قلب الخبر جمال أن الفريق فيليبوس ولدي يوهنس قائد هيئة الأركان
ومعه اللواء سيمون والدي دنجل وعدد من العاملين في الاستخبارات في الخارج اجتمعوا في أواخر الأسبوع الماضي في محاولة منهم لتجميع قواهم الأمنية والاجتماع بجواسيسهم في أنحاء العالم، ذلك لرصد تحركات المعارضة والمنتدى بشكل خاص. كما ورد إلينا حسب مصادرنا هم يعني لديهم أزرع أمنية يزرعونها ويمدونها في مناطق كثيرة، وخاصة في مناطق مثل السودان، إثيوبيا، كينيا والإمارات، جنوب السودان، في أوروبا، في الولايات المتحدة. الهدف هو إرباك المعارضة وتعطيلها، وأيضا قد يصل بهم الحد إلى العمل على بدء في عمليات اغتيال وتصفيات، وهذا شيء معروف عن هذا النظام منذ أن تولى الحكم، وإن كان يعني سرا في الماضي. اليوم لم يعد يصبح أو لم يعد سرا، بل أصبح شيء معروف لأي شخص يعرف هذا النظام في إريتريا. جمال. نعم أمال، من المعروف أنه الحكومة الإريترية هي حكومة بوليسية تعتمد على المعلومات مهما قل شأنها، تعتمد على عشرات أو مئات الآلاف من الأفراد في كل مكان. وقد سموا هؤلاء قديما هي مجموعة 05. هذه المجموعة لا تنتمي للتنظيم القائم آنذاك الحكومة الشعبية لتحرير إريتريا، يعني بمعنى أنه ليست في قوائم التنظيم. هي تقدم خدماتها إما طوعا أو إكراها للتنظيم. هذه الخدمات الجزء الأعظم منها هي خدمات ذات طبيعة أمنية واستخباراتية. هؤلاء المجموعات هم مقسمين وبتراتبية غير مترابطين طبعا، يوردون المعلومات اللي عندهم وتقارير اللي عندهم لمعظمها لجهات ذات طبيعة أمنية. ديل أمال منتشرين في جميع أنحاء العالم، خاصة في دول الجوار. لا يقومون بعمليات الاغتيالات أو التسويات الجسدية، وإنما يمهدون لها من خلال رصد الشخص المستهدف وإيصال المعلومات كما قلنا مهما كانت صغيرة أو ليست ذات شأن. يعني مثلا ممكن يرفعوا تقرير إنه فلان يدخن أو فلان يقعد في قهوة يوميا يشرب شاي لبن. هذه المعلومة مهمة للجهة الأمنية. هؤلاء الناس منتشرين الآن بعد التحرير وبعد في السنوات الأخيرة 10 الأخيرة أخذوا أشكال مختلفة. هم كلهم أو جزء الأعظم منهم يا إما غير منتمي لأي تنظيم سياسي أو كانوا أعضاء في تنظيمات إريترية كعضوية جبهة التحرير الإريترية. البعض من هؤلاء هم ينتمون كما قلنا للجبهة الشعبية لا سابقا ولا لاحقا. هم أعضاء في تنظيمات إريترية، بعضها موجود وبعضها لم يعد موجودا. خاصة كان يتم التركيز على عضوية جبهة التحرير الإريترية. يتم توريط هؤلاء الناس إما لتقديم خدمات لهم داخل إريتريا أو توريط بأشكال مختلفة. هؤلاء الناس بدأوا يلعبوا أدوار مهمة جدا في سبيل التشويش على المعلومات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ويعني ضخ معلومات مضللة للناس، أو من خلال رفع تقارير عن بعض الناس أو بعض المهاجرين أو المقيمين في هذه الدول خاصة منطقة الخليج. أيضا يلعبون دور التخويف، ويلعبون أيضا دور يعني والله كما يقولوا بالدارجة والله الرئيس كويس لكن البطانة فاسدة ومثل هذا الكلام. يعني هؤلاء الناس يجب الحذر منهم، يلعبون أدوار خطيرة جدا، وأحيانا أو في معظم الأحيان ضد أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا سابقا والحزب الحاكم لاحقا. هؤلاء الناس يعني خطورتهم في أنه حتى العضو في الحزب الحاكم في المكان الفلاني أو المكان العلاني يخاف من هؤلاء الناس. هؤلاء الناس يجب التعامل معهم بحذر، يجب عدم التسامح معهم، يجب عدم مجاملتهم، لأنه هم
يعني بيلعبوا أدوار خطيرة جدا جدا أمان. نعم بالتأكيد جمال، أؤكد على هذا الكلام بشدة. وأيضا من ضمن سياسات النظام التي تستهدف ضرب المعارضة ليس فقط التشويش كما كان سابقا إعلاميا، ولكن الآن الرصد الجسدي. يعني هناك ظواهر كثيرة جمال ربما لم نسمع عنها بشكل واضح، تصلنا أخبار ننتظر حتى تؤكد. هذا النظام يصل به الحد إلى استهداف أشخاص بالذات في المناطق القريبة مثل السودان وإثيوبيا. يعني هناك عمليات خطف تحدث ولا أحد يتحدث عنها. يعني يخطفون شباب وأشخاص من قلب السودان ومن قلب إثيوبيا، أيضا يندسون وسط المجموعات المهاجرة من الشباب، وخاصة في هذه المناطق بالتحديد. وأيضا يوغندا من الدول التي تكثر فيها جواسيس أو أذرع أو يعني وعيون النظام أفريقي الأمني القمعي الفاسد جمال. هنا أيضا في أوروبا بدأت هذه الحملات. شاهدنا في صفحات التواصل الاجتماعي هناك كانت هجمات الأسبوع الماضي كلنا تعرضنا لها. أيضا هذه هجمات منظمة، والنظام يمر بحالة انهيار. وعلى المواطنين داخل إريتريا رغم أنهم حذرين ورغم أنهم عايشوا هذا القمع ويعيشونه بشكل، لكن مزيد من الحذر، مزيد من الانتباه للأساليب الجديدة والأمنية والقمعية، ليس للتخويف. هذا النظام في حالة انهيار تام وسينهار، ولكن للحفاظ على وحدة هذا الشعب والحفاظ على أمن أفراده يعني أينما وجدوا، وخصوصا النشطاء في المعارضة من شباب ونساء، وخاصة المتواجدين في المناطق الحساسة في إثيوبيا والسودان كما قلت جمال. نعم أمان، يعني أؤكد كما أكدت أنت، ليس لتخويف الناس وليس لصناعة البعبع الذي يعني يخوف الناس في كل مكان، ولكن الحذر من هؤلاء الناس وفضعهم ضروري، عزلهم وفضعهم، لأنه استمرار المجاملة لهؤلاء الناس يعني سيكون خطر على الجميع. هو البعض منهم ويرفع معلومات أو تقارير عن شخصيات ما بيعتقد أو ما يتصور حجم الخطر الذي ستشكله هذه التقارير في تكاملها مع تقارير أخرى موجودة في أسمرة أو ستصل من أماكن أخرى. هؤلاء الناس يجب التعامل معهم بقوة وبدون بدون مجاملة. أيضا التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، يعني هناك صفحات يعني يتم إنشاءها سريعا، من الذي أنشاها غير معروف، وتبدأ تتكلم عن معارضة ثم تتحول أيضا عن أفراد يعني ينشئون صفحات بأسماء وهمية زي ما تم اكتشاف واحد من هذه الصفحات، ثم بعد ذلك اتضح انها لرجل، هي مكتوبه باسم يعني فتاه، ثم اتضح ان هي مكتوبه لرجل وموجود في اوروبا، وبدا يلعب ادوار في استقطاب الناس لهذه الصفحه ثم الانحراف بهم بالاتجاه الذي يريد او توريطهم في مشكلات فيما بينهم. يعني وايضا الحاء يعني جمال هذه يعني نعم تساعد على يطرح موضوع خلافي ثم يؤجج هذا الخلاف بالتأكيد. ثم يتباعد. نعم هذه الأشياء يجب أن نتصدى لها وننتبه لها. نحن يعني نثق بقدرات الناس، نثق في فهمهم للأمور، ولكن المسلم مرآة أخيه، يعني يجب أو المؤمن مرآة أخيه. يعني يجب أن ننتبه وننبه بعض لمثل هذه الأحاويل التي يلجأ لها النظام. هذا النظام أمان يعني يستفيد من تجربة رومانيا وكوريا وألمانيا الشرقية وعدد كبير من الدكتاتوريات، بعض هذه النظريات الأمنية طورها، يجب أن لا نستهين به، طورها وبدأ يتعامل معها، وبالتالي يجب الحزم والحذر من هؤلاء.
نعم بالتأكيد جمال. يعني أيضا يعني عملية الإلهاء كنت أريد أن أركز على هذا الموضوع. يعني ما يحدث أحيانا في صفحات التواصل الاجتماعي والفيسبوك خاصة، أنه يعني يفجر أحدهم موضوعا ليس بذات أهمية وليس هو يعني جوهر اهتماماتنا في العمل المعارض، وتكون هناك عملية الإلهاء. نتمنى من شبابنا خاصة أن يعني يكونوا أكثر وعيا، وأن يكون العمل على أرض الواقع، يعني العمل برصد الأحداث على أرض الواقع، بالالتقاء بمناقشة قضاياهم وقضايا الوطن بشكل واقعي أكثر، والابتعاد عن هذه الإلهاءات التي يتصيد من خلالها النظام وأعوانه شبابنا، ويعني يحاول بث حالة الإحباط فيهم. جمال. نعم أمال، ومن خلال متابعتنا للخبر الذي ورد في نشرة هذا اليوم، أنه هذا الاجتماع المهم سوف تتمخض عنه قرارات، وسوف نلمس الأسلوب الجديد والأحابيل الجديدة التي سيقوم بها البعض. وبالتالي نرجو أن ننبه أنفسنا والآخرون أنه خلال الفترة الجاية يرصدوا التغييرات اللي حتتم في صفحات التواصل الاجتماعي، في تواصل في الماسنجر، في الواتساب إلى آخره. سوف يرون أشياء جديدة يجب أن يكونوا يتعاملوا معها بفحص ودراسة وتأني أمان. نعم بالتأكيد، ونتمنى السلامة لكل يعني الشباب وخاصة النشطاء في العمل المعارض ولشعبنا حتى يتم تغيير هذا النظام. شكرا جمال. شكرا أمال، وشكرا للمستمع الكريم، والنصر لا محالة قادم.
صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء: تورط عقيد في عملية استخراج الذهب وعملية تهريب البشر من إريتريا إلى السودان. 3 من سجناء كرشلي يبدأون إضرابا عن الطعام. اجتماع أمني في مركز الشرطة الإريترية المعروف بأجب لمتابعة تحركات المنتدى والمعارضة وخطط لإرسال مجموعات إرهابية إلى الخارج. وفاة الدكتور بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة. تفاصيل النشرة. ذكرت المعلومات الواردة إلينا من مصادرنا في داخل الوطن أن العقيد برخت كرينفوت قائد الفرقة العسكرية رقم 61 ينخرط بشكل مباشر في عمليات استخراج الذهب بمشاركة مسؤول إدارة الفرقة المدعو علي محمد كباري، وذلك في المساحة الممتدة من نقفة إلى قارورة. وتجري عملية استخراج الذهب التي تهدف إلى تضخيم جيوب كبار القادة العسكريين بإشراك جنود تم اختيارهم بعناية من منتسبي الفرقة الذين انتشروا على امتداد المساحة المذكورة، بينما يتم تحفيزهم بإضافات مالية في حالة مضاعفة جهودهم في استخراج كميات كبيرة من الذهب. وتفيد مصادرنا في الفرقة العسكرية المذكورة أن قائد الفرقة العقيد برخت كرينفوت يتابع عملية الاستخراج بشكل شخصي، وقام بزرع الجواسيس لمراقبة الجنود في خطوة احترازية تقلل من عمليات السرقة التي يمكن أن يقوم بها الجنود. ومن المعروف عن العقيد برخت أنه فقط قائد فرقة عسكرية، إلا أن المصادر الواردة إلينا من أسمرة تؤكد اتصالاته المباشرة مع مكتب الرئيس عبر قناة اتصال مفتوحة ومباشرة، كما أنه يدير معتقلا خاصا به تمارس فيه شتى أنواع الانتهاكات، فضلا عن انخراطه في الفساد المستشري بين أركان النظام. وتحدثت مصادرنا عن تجديد مسكنه الكائن بالقرب من شركة التأمينات بالعاصمة أسمرة بمئات الآلاف من النقفة، وله نشاط تجاري خارج الحدود عبر مديرية قارورة. كما تشير الأخبار إلى انخراطه في عملية تهريب الشباب من إريتريا بواسطة سيارات تابعة للفرقة العسكرية 61 التي تعبر الحدود عبر بوابة قارورة الإريترية. ويتقاضى عن الشخص في هذه العمليات 200,000 نقفة، ويكسب من هذه العمليات الإجرامية أموالا طائلة. يذكر أن العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية وتقارير إعلامية تتهم النظام الاستبدادي بضلوعه في عمليات الإتجار بالبشر بالتعاون مع عصابات إجرامية تدير هذه العمليات من داخل إريتريا وخارجها، ضحاياها في أغلب الأحيان من الشباب الإريتري الذي بدأ يبحث عن مخرج من الظلم والطغيان اللذين يعاني منهما من قبل القلة التي تتحكم في مقاليد الحكم في البلاد. بدأ يوم الأربعاء الماضي 3 من معتقلي سجن كرشلي المشهور إضراباً عن الطعام، وذلك احتجاجاً على عدم تقديمهم إلى العدالة والتحقيق معهم منذ اعتقالهم ورميهم في السجن في زنزانات منفردة. وذكرت مصادرنا من السجن المذكور أن المعتقلين تتراوح سنوات اعتقالهم ما بين 2 إلى 3 أعوام، وأنهم لا يعلمون حتى اللحظة أسباب اعتقالهم، موضحة أن المعتقلين في الزنزانات الانفرادية رقم 2 و6 و7 تدهورت حالتهم النفسية نتيجة للعزلة الطويلة وإلى أجل غير معروف. كما أوضحت نفس المصادر أن أحد المعتقلين تم اقتياده من منزله منذ 3 سنوات ولم يحقق معه حتى هذه اللحظة، بينما اقتيد الآخر من مدن الإقليم الجنوبي دون أسباب معروفة. أما الثالث فهو موظف في إحدى الوزارات الحكومية تم اعتقاله قبل أكثر من عامين. هذا ونتحفظ في إذاعة صوت المنتدى عن ذكر أسماء هؤلاء المعتقلين المضربين حفاظا على سلامة أهاليهم من بطش النظام الاستبدادي. كما أكدت أيضا مصادرنا أن المعتقلين يقومون منذ الشروع في الإضراب بطرق الأبواب في زنزاناتهم ليلا نهارا والصراخ والمطالبة بتقديمهم إلى العدالة وتزويدهم بأسباب اعتقالهم والتعرف على التهم الموجهة إليهم. وعلى الرغم من محاولة القائمين على السجن إرغامهم على السكوت بالضرب والتهديد، إلا أن المعتقلين لا زالوا يرددون نفس القول قائلين: ما الذنب الذي اقترفناه ولماذا نعتقل في زنزانات انفرادية كل هذه المدة الطويلة؟ مما دفع إدارة السجن إلى تجديد المراقبة والحرص على عدم سماع السجناء الآخرون بحالة الإضراب هذه خوفا من التضامن معهم.
عقد يوم أمس الأول الخميس اجتماع أمني ضم الفريق فيليبوس ولد يوهنس قائد هيئة الأركان واللواء سيمون ولد دنجل وأربعة من العاملين في مجال الاستخبارات في الخارج، وذلك للبحث في المعلومات المتوفرة من قبل جواسيس النظام الاستبدادي المنتشرين في أنحاء مختلفة من العالم، والتي تتعلق بتحركات المنتدى الإريتري للحوار الوطني وبقية قوى المعارضة الإريترية. وقد نوقشت في الاجتماع كل النقاط الواردة في تقارير الجواسيس، فضلا عن توجيهات تقدم بها الفريق فيليبوس لمعرفة الجهات والأفراد التي لها صلات بالمنتدى وقوى المعارضة وتوفير المعلومات حولها في غضون أسابيع 3 قادمة. وأفادت مصادرنا من أسمرة أن الجواسيس الأربعة قدموا من بريطانيا، أوغندا والسويد، بينما لم يتسنى لنا معرفة البلد الذي قدم منه الرابع. وتنشط مجموعة الجواسيس الأربعة في متابعة نشاط المنتدى والتجسس على قيادته. وتتحدث تقارير مصادرنا أن الجاسوسين القادمين من السويد وبريطانيا دخلا البلاد عبر الطريق البري من السودان بسيارة خاصة لحضور هذا الاجتماع الذي وصفه الفريق فيليبوس بالهام. يذكر أن الأجهزة الأمنية القمعية تنشط مؤخرا في تطوير أساليبها التجسسية في الخارج، وذلك لتنفيذ الكثير من الخطط الإرهابية المتعلقة باغتيال الشخصيات المعارضة للنظام الاستبدادي عبر إرسال مجموعات إرهابية للقيام بعمليات اغتيال من داخل البلاد، والتي سوف تستعين بالمعلومات التي تقدمها عن هذه الشخصيات المستهدفة خلاياها الجاسوسية التي تتكون من 700 شخص موزعة في مختلف أنحاء العالم، وفي أوغندا، إثيوبيا، السودان، كينيا، الإمارات العربية، جنوب السودان، فضلا عن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. ويذكر أيضا أن النظام الاستبدادي يستفيد من الظروف الدولية التي تميل إلى تعاطف الدول مع الهاربين الإريتريين وتقديم التسهيلات الإنسانية لهم، وذلك بدس جواسيسه ونشطائه وسط هذه المجموعات الهاربة لتنفيذ مخططاته الإرهابية والتخريبية، خاصة بين أوساط اللاجئين في إثيوبيا. من جهة أخرى، يقوم النظام الاستبدادي وضمن خططه الهادفة إلى تطويق الحراك الداخلي بالتجسس على المواطنين من خلال متابعة الرسائل الإلكترونية واختراق أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة باستدخال تقنيات حديثة تعينه على التجسس استوردها من الصين في الفترة الأخيرة الماضية. وتؤكد مصادر الإذاعة أن هناك خططا تستهدف اعتقال كل من يتهم بأن له علاقة بالمنتدى الإريتري للحوار الوطني، وذلك من خلال زرع جواسيس في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تحاول استدراج المواطنين في النقاشات الجانبية متخفية بآراء معادية للنظام، وذلك للإيقاع بالأفراد الذين يعبرون عن سخطهم من الوضع المزدري الذي تعيشه البلاد في ظل حكم الاستبداد. توفي يوم الثلاثاء الماضي الدكتور بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة والرئيس المؤسس للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، عن عمر يناهز 94 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها إلى المستشفى مصابا بكسر مضاعف في الساق اليسرى، حيث عانى من اضطرابات في القلب وخلل في وظائف الرئتين. ارتبط اسم الدكتور بطرس غالي بإريتريا من خلال ابتعاثه في بداية ولايته للأمم المتحدة عام 1992 للسيد سمير صنبار كمبعوث خاص للمنظمة الأممية للإشراف على الاستفتاء التاريخي الذي أجراه الشعب الإريتري في إبريل من العام التالي، والذي أكد عبره الشعب الإريتري عن رغبته في الاستقلال من إثيوبيا. كما يعتبر السيد بطرس غالي أول وآخر من قام بزيارة إريتريا من الأمناء العامين للأمم المتحدة حتى الآن. كان الدكتور بطرس غالي قد ولد في بني سويف بجمهورية مصر العربية في 14 من نوفمبر من عام 1922، وتخرج من كلية الحقوق في جامعة القاهرة في عام 46. حصل على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون في باريس عام 49، حيث عين في أعقاب عودته إلى مصر رئيسا لقسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومنذ عام 49 وحتى عام 77. عمل غالي أيضا لفترة في الصحافة، حيث كان رئيسا ومؤسسا لمجلة السياسة الدولية منذ عام 65 حتى تم تعيينه أمينا عاما للأمم المتحدة. تقلد منصب نائب رئيس منظمة الاشتراكية الدولية عام 1990، ثم نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الخارجية في مايو في عام 91، وترك هذا المنصب بعد انتخابه أمينا عاما للأمم المتحدة عام 92، وانتخب عقب انتهاء فترة عمله بالأمم المتحدة رئيسا لمنظمة الفرانكفونية الدولية، كما انتخب رئيسا لأكاديمية القانون الدولي في لاهاي بهولندا، وكان حتى وفاته رئيسا لمجلس إدارة
الأكاديمية، وهو أعلى مجمع فقهي قانوني في العالم ويجاور محكمة العدل الدولية في لاهاي. صوت المنتدى. إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى ختام هذه الساعة من صوت المنتدى. نشكر لكم دائما حسن متابعتكم لنا. لكم تحيات فريق الإذاعة صلاح الزين، يوسف بوليسي، ومعكم دائما في منتدى السبت آمال علي. أحييكم وإلى أن نلتقي الأسبوع القادم. ابقوا بخير وإلى اللقاء.